السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. أهلا بكم في فيديو جديد بعد هذا الغياب الطويل اللي طولت عليكم. البنات اللي يتبعوني أعتذر. والله غير فوق طاقتي، الولاد مرضوا وان بليس تحضيرات تاع رمضان، تنظيفات العميقة وكامل، وهاد الطلبية جاتني في الوقت اللي كنت ندير فيه الميناج والتحضيرات وكامل. طلبية مستعجلة وخفيفة، يعني ماشي بزاف، كوموند خفيفة. حبيت نشاركها معكم. بعيدا عن التحضيرات والمشتريات وكامل. مرحبا بكم في فيديو تاع اليوم، نديكم معايا تاني، نخرجكم معايا. رحت قضيت وكامل باش درت هذه الطلبية. حبيت نديكم جولة خفيفة معايا. بقاو معايا في الفيديو، فرجة ممتعة وان شاء الله يعجبكم. كما قلت لكم هذه الطلبية فيها كعكات، فيها التومة، فيها الشراك المسكر، من الحلويات التقليدية الجزائرية اللي ما تخطيش في أفراحنا ومناسباتنا. هذه هي لا كليونت حبت غاتو اسورتي غير بالدوغي هكذايا، حاجة خفيفة بلون بالدوغي، درت لها هذا التزيين البسيط. تفضلوا معايا. كما قلت لكم هنايا خرجت تمتم، غير كوموندات عليا باسكو ما عطاتنيش، يعني الوقت كان وجيز، واحد يومين 3 ايام الا توجد. خرجت، خليت الميناج، خليت حبست كنت ندير في الميناج، درت البيوت والصالون كامل، لحقت الكوزينه، والكوزينه هي اللي تشدنا بزاف. خليت الميناج على النص وخرجت نقضي هنايا، ديت بنتي وخرجنا نقضيو اجواء رمضان. كما راكم تشوفوا ما شاء الله بداو يديروا في التخفيضات يحطوا يعني سلعه تاع رمضان. هذا المغازان تاع جزائري، يحطوا منتجات جزائرية. يعني هنايا نحسوا ببنة رمضان ونشموا ريحة رمضان تاع الصح، يعني ماشي غير في البلاد، ما حنا عندنا ريحة رمضان ولو شوية يعني. كما تشوفوا المنتجات الجزائرية حاضرة بقوة. هنايا كنت يعني درت بتيت ليست باش للطلبية. شريت اللوز، شريت سكر غلاس، شريت سمن مدينة، المزهر، هاد الحوايج يعني لي زانغريديون اللي نسحقهم. ومن بعد جوزت لهاد المغازا. هاد المغازا يحط لا ديكوراسيون، يحط لومبالاج تاع الكاطو. جيت ندي لي كيسات وكامل لومبالاج، وهادوك لي نابخون كامل تاع الكاطو. كيما قلت لكم هاد المغازا يحط بزاف لا ديكوراسيون، لماعان، وكان حاط لا ديكوراسيون تاع رمضان تهبل ما شاء الله، وشنو شويه غاليه. انا هاد العام ما شريتش لماعن. طونك عندي ما نحبش نشري. توت فاسون ممكن نشري، ما عنديش وين نحط، ما قلت لي نضل في الماعن نشري، ما كاش وين نحط. بلاكارات تاوعي كاع معمرين ماعن. الوغ جو بريفير نشري حاجه اللي تخصني، ولا معليش حاجه جديده، يو كان حاجه خفيفه هكذايا فال. بصح هذيك نعاود نشري لي سيرفيس ونشري المرامط ونشري نو عندي. كما راكم تشوفوا هنا كانوا حاطين كل خير ما شاء الله. سنيوات تاع رمضان، لا ديكوراسيون، جابوا لي سيرفيس جدد. ما شاء الله يعني. تاع المكسرات، كلش شباب. هادو تاع بلاستيك، تقول تاع زجاج يهبلوا. مام هادو ما تاع بلاستيك بصح شابين تقول زجاج. فوالا جابوا، يعني جابوا لا ديكوراسيون هذوك، الفانوس تاع رمضان، جابوا كلش. انا جيت باك نضرب دورة خفيفة، نشوف يعني واش جابوا، كاش جديد هذا ما كان. شوفوا هادو السنيوات عجبوني بصح دوماج ماشي تاع بلاستيك، وانا كان ما عجبونيش كي جاو تاع بلاستيك وهكذاك وغاليين. شوفوا البخي تاعهم 22 99 90 22 90. فوالا يتباعوا بسيريا زوج، فيهم الكحل وفيهم الابيض. فوالا جاو كانوا حاطين، باسكو انا جوست ليه ما عنديش بزاف، كانوا حاطين بلوس كو سا. وشنو بداو يشروا الناس. آه نقص كيما هادوما الفوانيس، كانوا فيهم الابيض، كانوا فيهم بزاف لي موديل. فوالا هذه هي دورة خفيفة درت
مادامني هنايا قلت ولا غير ندخل نشوف كاش حاجه جديده وكامل. عجبني هذه مبخره ما شاء الله، انا عملت لي فانوس. بصح هي مبخره. تحلوها من الفوق ديروا الباخور تاعكم، وكاين هذا بسم الله الله واكسيون. اللي في فرنسا يفهموني. حنا مدمنين اكسيون. انا وحده من المدمنات تاع هاد المكازا. يليق نضرب دورة ما نشري والو، ما يخصني والو. يليق نضرب دورة نشوف واش جابوا جديد، واش كاين واش ما كاش. باسكو سلعتهم ما تقعدش. يا تلقى يا ما تلقايش. فوالا ضربت دورة خفيفة ما لقيت والو، عاود خرجت ما شريت والو. كما راكم تشوفوا سورتو مع العشيه تلقاوها فارغ. اللي يحب يروح مع الصباح، ويروح جوغ سومان ما يروحش ويكاند. فوالا وليت بعد ما درت حتى شبعت وليت الحلوه ديالي. بديت هنايا بلا فارس تاع كعكعات وتاع تشارك المسكر. على بالكم اون لاباط وحده ولا فارس وحده. هنا درت 3 كيلات تاع لوز رقيق كما شفتوا انا شريتو هكذايا مرحي. درت كيله تاع سكر ماشي معمره لافاني، ومن بعد تيك نطمها بالماء زهر. ما نكتروش يعني نعجنوها ونشوفوا الا خصنا نزيدو. باسكو اللوز ما يشربش ماشي كيما لافارين. فوالا نطمها مليح مليح. هنا كي طميتها زدت لها مغرف تاع زبده طريه. وبديت نعجن فيها هكذايا بيدي باش ندوب هذاك السكر هكذا. هكذا نسهل باش هذاك السكر يدوب. ما نحسولوش في الماكله. ومن بعد تيك عجنتها مليح مليح حتى نداب هذاك السكر مع الحراره تاع اليد. ومن بعد غلفتها وخليتها بجيه. ومن بعد رحت باش نخدم لاباط. سما خدمت لافارس قبل من لاباط. نغطوها مليح باش ما ديرناش هذيك القشره وتيبس لنا من الفوق. ونخلوها نديروها شويه ماشي جاريه ماشي حاكمه روحها يابسه شويه يعني تكون طريه. جيت هنا لاباط ذوبت السمن. درت كيله تاع السمن، نص كيله تاع حليب. وننصحكم نصيحه، الحليب لازم يكون بدرجه حراره تاع السمن، ماشي السمن يكون سخون والحليب بارد. ومن بعد هذاك السمن يجمد لنا. ومن بعد يبانوا لنا هذيك لاباط تبان محببه في كي نكونوا نخدموا فيها. نو لازم السمن يكون بدرجه حراره تاع الحليب. درت كيله تاع السمن، نص كيله تاع حليب، نص كيله تاع الزيت، 4 كيلات تاع ماء زهر. ودرت 2 صفار بيض. ودرت رشه تاع ملح يعني قرصه صغيره. ودرت مغرف لافاني. ومن بعد حركت كامل هاد المكونات مليح باش حتى تتجانس معانا هاد المكونات تدخل بيان في بعضها. باش نضيف لافارين تاعنا هكذا نغربلها توجور. نضيف غير بالعقل ونطم لاباط ديالي. هاد الوصفه هاد العجينه السحريه تجي طريه وتجي ما شاء الله. سورتو اللي يديروا كميات كبيره عرس ولا عقيقه ولا كاش يعني كميات كبيره تساعدهم على هذيك الوصفه التقليديه اللي نديروا فيها 3 كيلات فارينه بكيله تاع ايدام. هذه لا هذه تجي كميه كبيره تقطع. فوالا غطيتها وخليتها تريح. كل ما تريح لاباط كل ما مليح. هكذا انا نحب ننظم وقتي، نخدم لي فرس نخدم لي بات. ومن بعد تيك نولي ليهم ندير حاجه واحده اخرى، نخدم شغلي، نشوف فطوري ولا العشاء ولا ابخي نولي ليهم. بعد ما نقي كوزينتي ما نحبش الكوزينه تكون مخلطه وانا نخدم. فوالا ومن بعد عاودت وليت ليهم كيما شفتوا. وزنتهم قبل، وزنت لا فرس 18 غرام ولا بات وزنتها 35 غرام. وزنتهم كامل درتهم في السنيوات وغطيتهم. بعد بديت باش نفاصوني فيهم بعقلي. بديت بالتشارك المسكر. وعلاش بديت به؟ باسكو نديرو بلا مول، ما عنديش المول تاع التشارك. فوالا درت التشارك ديالي باش نخليه ينشف مليح مليح. الا قدرتوا تخلوه يبات خلوه يبات باش يحكم لا فورم تاعو وتنشف لاباط باش كي طيبوه ما يتعوج لكمش. كما راكم تشوفوا انا فاصونيتو كامل
وخليته يبات بلوتو، خليته حتى العشيه باش طيبته. ومن بعد كي كملت التشارك ديالي وحطيته في السنيوه وخليته ينشف لي، جيت هنايا للكعيكعات. كعيكعات طيبتهم ديريكتومون باسكو طيبتهم في ليمول. هادو ليمول يساعدوكم بالبزاف، سورتو اللي يخدموا طلبيات بزاف وكامل. هاد ليمول ملاح بالبزاف باسكو طيبوهم تمتم، وزيد ما يتعوجوا لكمش يخرجوا لكم على حبه فريمون. هنايا كيما راكم تشوفوا فاصونيتهم مليح، شكلتهم ودرتهم في المول. انا هاد المول شريتهم من المارشي هنايا 3 ب 5 اورو. فوالا في المارشي يتباعوا 3 ب 5 اورو. شريت 3 ولا بروشون فوا نعاود نولي نزيد نشري 3، ماشي في مدامه، هادو نلقاوهم كيما راكم تشوفوا. بيكيتهم ومن بعد دوك تشوفوا كيفاش طيبتهم. شوفوا ما شاء الله جاو على حبه. نقلبوهم في المول كما راكم تشوفوا. درت الفوغ ديالي يسخن ومن بعد كما راكم تشوفوا هكذا قلبتهم، طابوا هكذا بالمقلوب هكذا، قيس ما يشدوا روحتيهم نحي هذاك لو مول ونخليهم يكملوا طيابهم. كما راكم تشوفوا هنايا كي بداو يشدوا رواحتيهم نحيت المول، بالك وباك المول سخون نحوه بكاش حاجه، ومن بعد تيك نخليهم هنايا يكملوا طيابهم، يحمروا لي من الفوق ومن التحت، ومن بعد باش نحيهم. هنا كي طابوا لي جيت ندير الكلاصاج تاعي، الطليه ديالي. كل وحده كيفاش تخدم الطليه. كاين اللي تخدمها بالبلون دوف، كاين اللي تخدمها بالحليب. انا هنايا خدمتها بالحليب، هي نفس النتيجه ونفس الشيء. تحبيها بالبلون داف ولا تحبيها بالحليب كيف كيف. درت كاس تاع حليب، كاس تاع مازهر، كاس تاع زيت، وكاس ميم با كاس تاع سيترون على حسب الذوق. كاين اللي يحبوها فيها هذيك القروصيه تبان، انا نحب الطليه فيها الكو تاع القارص يبان فيها. بور كاسي هذاك لو سكر، هذاك لو سكر على بالكم الطليه بزاف حلوه. بور كاسي هذاك لو سكر انا نحب نضيف لها زياده القارص، فوالا عصير الليمون كيما راكم تشوفوا. من بعد بديت ندير هنا كميه صغيره. تحبوا كي تكونوا ديروا كميه كبيره تاع الطليه فوتوا في السكر كلاص، ديروا 3 كيلو 4 كيلو، صا ديبو شحال عندكم الحلوه اللي تطليوها. ومن بعد تبداو تضيفوا في السوائل وتعجنوها مليح مليح، وتبداو تجري فيها بالعقل حتى تجيكم طليه قوامها مناسب. فوالا قوامها يكون مناسب. كما راكم تشوفوا انايا عندي كميه صغيره من كل نوع. درت لها 20 حبه من كل نوع. درت هنايا واحد 2 ساشيات تاع سكر كلاص. هكذا نضيف غير بالعقل ونشوف ونحرك حتى نتحصل على القوام المناسب، ومن بعد نغطيها ونخليها تريح هذيك الطليه حتى نخرج هذوك لي بول تاعها. شتو كي نكونوا نخلطوا فيها يدخل لها الهواء، ومن بعد تكون نطليو بها ديريكتومون الحبات يبان فيها هذوك الفقاعات هذوك لي بول. دو بريفيرونس غطيوها وخليوها تريح تتنفس، تخرج هذوك لي بول كامل، ومن بعد باش نطليو حلوتنا ترونكيلمون هكذايا. بعد ما ارتاحت لي الطليه جيت هنايا بديت نطلي فيها. فوالا تحبوا بلا بوش، تحبوا كيما انايا، كل واحد وطريقته في العمل. المهم النتيجه تكون نتيجه مليحه. هذا ما كان. انا نشفت لي خليتها باتت، نشفت لي غدوه من داك، طليتها وحطيتها وخليتها. هنايا جيت باش ندير التومه درت هي نفس الشيء، نفس لاباط تاع لي فروي. انا ندير 4 كيلات، كاين يديروا 3 كيلات، انا ندير 4 كيلات لوز مرحي رقيق بكيله تاع سكر كلاص. وهاد المقادير تجي محلوه بزاف، وتجي بنه اللوز فيها باينه، الحلاوه معتدله. هنا بعد ما عاودت، ولازم لازم لازم تعاودوا ترحيو النواشف اللوز مع السكر، تعاودوا ترحيوهم. ومن بعد ضفت لهم مغرف كبيره تاع جلوكوز. هذا الجلوكوز يساعد الكاطو تاعنا باش يجينا طري وما يبسناش، يقعدنا دائما طري.
هكذا أنا استعنت بشوية تاع الماء باسكو يلصق في اليدين باش نحوه من المغرف. وضفت له الشربات، طيبت شربات خفيفة، درت 2 كيلات تاع ماء بكيلة تاع سكر، خليتها 10 دقائق وطونشتها قارص. ومن بعد تيك طفيت عليه وخليتها تبرد تماما. ومن بعد بديت كما راكم تشوفوا راني نخلط في هذاك الجلوكوز، نحل فيه. ومن بعد نبدا نخلط اللوز ديالي، العجينه تاعي تاع اللوز، نطم فيها غير بالعقل. بالك وبكت يخدعكم الشاربات تخدعكم، ديروا كميه كبيره ومن بعد يجري لكم، باسكو لاباط هنايا الا جريتوها هذيك الحبه ما توقف لكمش، ما تجيكمش حبه واقفه تاع الحلوى. ولا درتوها ناشفه بزاف يبانوا فيها التشققات، ما تجيش شابه في المنظر. سما روحوا ليه غير بالعقل وعجنوا مليح مليح، ومن بعد باش تزيدوا تضيفوا لها الى مخصوصه. هنا بعد ما خلاص عجنتها وكامل، ضفت لها مغرف كبيره تاع زبده، زدت دخلت لها مليح هذيك الزبده وغطيتها خليتها تريح. جيت لافارس، هنا لافارس كيما تحبوا، كان يديروا غير جينواز كيما انايا زدت لها البسكوي، نيمبورط كال بسكوي تحبوا. زدت لها درت 2 كيلات تاع جينواز وكيلة تاع بسكوي وكيلة تاع لوز كونكاسي مرحي بقشورو، يعني قليتو شويه ورحيتو بقشورو. ومن بعد لي لايمت طميت بالكريم وبور، مع الاخر ضفت لها مغرف تاع كونفيتور دابريكو، تمدلو واحد البنه ما شاء الله. وكل واحد والقو تاعو، كاين اللي يدير لها حلوه الطوك، كاين اللي يعني كل واحد والذوق تاعو كيفاش هو حب تكون البنه تاع لافارس. هنا بعد ما وزنتهم، وزنت 40 غرام لابات، وزنتها 40 غرام، والحشو وزنته 30 غرام. بديت نحل في عجينة اللوز ديالي هكذايا بهذه الطريقة. نستعينوا بشوية تاع زبدة كي نحلوها باش ما تلصقناش في اليدين، نضيفوا هذوك لي بول تاعنا تاع لافارس ونغلقوها مليح مليح هكذايا. ومن بعد تيك نخدموها مليح، ندوروها بيدينا مليح مليح، لازم هذوك لي فيسور كامل ما يبانوش. هكذا نغلقوها مليح مليح كما قلت لكم، لازم يكون القوام تاعها طري، ماشي يعني حاكم روحو، بصح طري باش ما يبانوناش هذوك لي فيسور. نغلقوها، نستعينوا بشويه تاع زبده ونغلقوها مليح مليح هكذايا باش الشكل النهائي يجي شباب. هكذا كما راكم تشوفوا، شوفوا شحال جات شابه، ما فيهاش لي فيسور، جات ملساء هكذا. نخدمها حتى نحس بلي خلاص راهي مدوره مليح مليح. ومن بعد تيك مع الاخر نزوقها ها كما راكم تشوفوا هكذايا. هكذا و كي نكونوا نحلو فيها بيدينا ما نرققوهاش من الوسط، نرققوا الاطراف من الوسط، نخلوه شويه خشين باش ما تخرج لناش ابخي لا فارس كي نكونوا نغلفوا فيها، ما تخرج لناش لا فارس. هكذا نرققوا بك الاطراف والوسط نخلوه شويه خشين. تحبوا تزيدوا تكبروها ديروها حتى 45 غرام ولا تصغروها ميم 35 غرام تجي مليحه. انا درتها 40 غرام، جات بيان، ما كبيره بزاف ما صغيره بزاف.
حتى هادوك الورود وهادوك التزيين هذاك مليح كي تكون عندكم طلبيه كبيره وكامله، اخدموهم الافونس باش ينشفوا لكم بالعقل. وتاني الخدمه الكبيره كاع في هادوك التزيين، في هادوك الورود وكامل، هادوك اللي يشدوا اليد، هادوك دو بريفيرونس واحد يخدمهم الافونس. انا هنايا باك طلبيه كانت مستعجله، ما خدمتهمش الافونس، حتى خدمت الكاطو باش خدمتهم. وانا اللي ساعدني شغل ماشي كميه كبيره، كانت كميه صغيره، شغل ما شدتليش اليد. فوالا هاي لك الحبه، شوف كيفاش تجي متحوفه. من بعدها ندير لها الناكخي قبل ما نبرجها هكداك. ندير لها الناكخي كامل هكذا. تقدروا ديروا بالبانسو كما تقدروا ديروا بليبونج. ومن بعد نبدا نبرج فيها هكذايا بلا كوبات. ندير هاد الخطوط هكذا متساويين، نساويهم، نديرهم في الوسط ونساويهم مليح ونبرجهم هكذايا. ومن بعد نستعين بهاد الاداه. فوالا ندير التخو هذاك في الوسط ونبدا نبرج فيها مليح باش يبانوا هذوك الخطوط هذوك يبانوا مليح هكذا. وكل واحد طريقته في العمل. انا هذه هي الطريقه اللي نفضلها، هكذا نطراسي مليح مليح هكذا بلا ما نمسها. بيان سور توجور نستعين بلا كوبات هكذايا، نحط عليها الحبه ونخدم اليز. وفان الصوناج تاعها ساهل، ما فيهاش خدمه مش كيما لي فخوي نشكلوا كل فاكهه نشكلوها ونلونوها. هذه خدمه تاعها سهله هكذا. انا بعد ما كملت كامل الكميه ديالي رحت درت هذا التزيين تاع الورود كما راكم تشوفوا هنايا مع الاخر كامل. بديت نخدم في الورود، نستعين توجور بالتيلوز باش ينشفونا تمتم هكذا. نطبع قبل ومن بعد نبدا نشكل فيهم. انا درتهم بهذوك تاع هذاك الطابع، بالطابع برك هكذا بهذا طابع، كل واحد والتزيين ديالو هكذا. طبعتهم هكذايا وخليتهم ينشفوا شويه ومن بعد زينتهم مع الاخر ومن بعد لصقتهم هكذا. والتيلوز يساعدنا ينشفوا تمتم. واعتذر منكم على البنات اللي تبعوني على هذا الغياب فوق طاقتي. جات في لا بيريود الولاد مرضوا لي، وكي مرض واحد يبرى واحد يمرض الاخر، سفريت معاهم اون بليس. جات في لا بيريود تاع التجهيزات تاع رمضان والتنظيفات العميقه وكامل، تلهيت مع الشغل تاع الدار. كل يوم نقول نحط فيديو، كل يوم نحط فيديو، ما كتبش ربي مع الوقت شارجي بالبزاف. هذا وين لقيت الوقت يعني شويه يعني تاع وقت. كما راكم تشوفوا هكذا زينتهم بهذه الطريقه. درت لهم هذوك لي بيرل دوري هكذا. انا درت تام واحد وتزيين واحد في الثلاث انواع، ما حبيتش نخرج عن التام ولا زعما نبدل التزيين باش يجو اسورتي. وهكذا درت لهم شويه تاع دوغي في الاطراف.
فوالا زدت لها شويه ناكخي هكذا. انا ما عنديش كولورو بلون، اللي يقدر يعني اللي متوفر عنده الكولورون بلون يدير في لاباط. انا كوم هنايا في فرنسا سي انتردي الكولورون بلون، ما يتباعش، محظور هنا في فرنسا. ما كاش، ما عندناش كولورون بلون. الوغ يعني نخدموا بالشي اللي عندنا، نستعمل لو ناكري باش يمدلي هذاك اللون الابيض. بعد ما كملت التومه ديالي، جيت لهنايا يعني تشارك. هو اخر حاجه طيبتها كيما قلت لكم، خليته حتى نشف لي مليح مليح، ومن بعد بديت نسكر فيه كما راكم تشوفوا. نخليه مليح في السكر هذاك. بعد ما نشمخو في شويه تاع ما زهر، مغرف تاع سكر كلاص، مغرف تاع فارينه، ومن بعد ندخلو في السكر، نخليه ان كاردور هكذا قسمه يشرب هذاك السكر. ومن بعد تيك نبدا نسقم فيه، ومن بعد مع الاخر تشوف كيفاش نعاود ندير له لا ديكوراسيون او اللمسه النهائيه تاعو. وليت هنا للكعكات بعد ما نشفوا لي مليح، نقيتهم من التحت، لازم تنقوهم مليح من التحت هكذايا. ومن بعد ضفت لهم لو ناكري كيما قلت لكم، ما خرجتش عن التام اللي درتو من الاول. هادوك الوريدات اللي درتهم في التومه، هما اللي درتهم في الكعكات. ضفت هاد الورقه و فوالا، ولصقت لها اون فلور هكذا. جات شابين، جاو ما شاء الله. كما قلت لكم المول يساعدكم بالبزاف باش يجيكم على حبه. الله يبارك في الشكل، يجيكم شابين، يجوكم شابين، ما يجوكمش هكذاك وحده معوجه، وحده سمينه، وحده رقيقه، يجوا على حبه. هذا هو الشكل النهائي تاعهم، جاو ما شاء الله. فوالا هنا بعد ما كملتهم خليتهم ينشفوا هكذا، ما غطيتهمش، خليتهم ينشفوا باش هذاك لو ناكري ينشف بيان. ومن بعد كي كملت سكرت التشارك ديالي، كيما راكم تشوفوا ندير هكذا بالصفايه هذه. هكا سو بودريت عليهم سكر كلاص هكذا كلمسه نهائيه هكذايا. تاني جو شابين، وزدت لهم تزيين، درت لهم وريقه صغيره هكذا بالجنب نسقتها بالطليه. توجور انا كنت هذيك الطليه نجريها بشويه تاع ما زهر، ودرتها في هذاك لابوش هذه الصغيرطه، وبديت نلصق بها عادي يعني هكذا. دوك نحل لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جات طريه ما شاء الله، جات تذوب في الفم. تجي بنة وتجي طرية ما شاء الله. هذه هي النتيجة ديالنا، جدو في الفم. هنايا هي نفس لاباط تاع الكعكات تاع التشارك المسكر. التشارك المسكر ما قسمتش معاكم باسكو سي لا ميم بات، وتاني درت قيس قيس التشارك. هنا درت شويه زياده مي التشارك جاني قيس قيس. هذا هو الشكل النهائي تاع التشارك المسكر ديالنا. هادو هما حلوياتنا التقليدية الجزائرية اللي تكون دايما حاضرة في مناسباتنا، أفراح، عقيقة، أعياد، دايما هاد الحلويات تكون حاضرة. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. درت أسورتي كما قلت لكم تام واحد، وهي حبتهم سامبل، حبتهم بيض بالدوغي هكذا حاجة سامبل ويجو أسورتي. شوفوا الشكل النهائي جا ما شاء الله. دوك نزيد نحل لكم حبه تاع التومه تاني، تشوفوا القوام ديالها كيفاش جات من الداخل، وكيفاش جات طريه، جات ما شاء الله طريه. وهذا ما كان الفيديو تاع اليوم. سمحوا لي جا شويه طويل، ديتكم حوست بكم شويه، بدلنا شويه، ومع هاد الوصفات التقليديه اللي دايما نحب نشارك معكم
الطلبيات وكامل للإفادة يعني. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسونش بك باللايك والاشتراك، حتى ال اللايك يرفع الفيديو وينتشر. كما قلت لكم هاني نحل معكم حبه تاع التومه. تشوفوا القوام تاعها جات ما شاء الله، ما في البنه جات هايله، سورتو هذيك لافارس جات بنينه بالبزاف ما شاء الله. فوالا هذا هو هذا هو الكاطو ديالنا تاع اليوم. شوفوا كي حطيتهم هكذايا بين ثلاثه جوا سختي. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم. سمحوا لي على الاطاله، ان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل. وهنايا كنت رايحه ندي لها الطلبيه. انا دابيتود ما نوصلش طلبيات، سي تري تري غار الا كانت ما تقدرش تجيو كامل. هنا نخليكم نقول لكم اترككم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديوهات قادمه بحول الله. مع السلامه.